والله العظيم يا جدعان، واحنا في اخر اليوم كده والدنيا خلاص، يعني خلصنا تحفيل وخلصنا كلام وخلصنا كل حاجه، والاهلي اتفلق من بيراميدز والزمالك اتعادل مع انبي. انا ما صعبان عليا في كل اللي بيحصل ده غير الراجل المحترم ده اللي نزل حضن الانبوبه. كان تتخيل ان عبد الناصر خد نفسه ودخل المطبخ وطلع الانبوبه ونزل وطه وحضن انبوبه غسل، نزل حضنها على امل ان الاهلي هينزل يكسب بيراميدز، فيقول لك عادي يا عم، منزل احضن واتصور مع انبوبه وابوسها والدنيا جميله. وللاسف فرقته كسفته. لا بجد بجد يعني صعب عليا، موقف صعب قوي يا جدعان، بجد موقف صعب قوي. انت متخيل انت تنزل تحضن انبوبه وتتصور وتطلب تتصور مع انبوبه؟ انت فاهم الموقف؟ انت فاهم دلوقتي ان احنا قاعدين دلوقتي اقوم اجيب انبوبه وانزل اتصور معاه، ولا انبوبه بعد اذنك ممكن اجي اتصور معاكي؟ الانبوبه تقول له خلاص ماشي يا عبد الناصر اتصور معاه، وينزل ويحضنها ويتصور معاه ويضحك كده. في الاخر الاهلي يتفلق 3 من بيراميدز. بجد موقف صعب وحاجه حزينه. انا عايز احط الفيديو ده على موسيقى حزينه بجد، لان موقف صعب حقيقي حقيقي. قلبي معاك يا عبد الناصر، والله العظيم انت صعبان عليا جدا 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 والله يا اخويا.